هاتي بقى اي صينيه عندك وحته كده من كرتونه، هنعمل بجد اختراع بيها النهارده. انا مش عارفه بقى كانت تايهه عني الفكره دي فين. وكالعاده يا بنات ما تنسونيش بلايك وشير مع اصحابكم وتشتركوا في القناه. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده بجيب الصينيه بتاعتي واركنها كده على جنب، وابتدي ان انا اجيب الكرتونه اللي انا قلت لكم عليها، اقطعها كده من كرتونه، يعني كرتونه عاديه كانت عندي، قطع حته منها كده، وجبت هنا ورق فويل وابتديت ان انا اغلفها في ورق الفويل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيتها كده وغلفتها من كل الجوانب، من الجنب ده ومن الطرف ده، وقفلتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هركنهم بقى على جنب وهتعرفوا هنعمل بهم ايه مع الصينيه برضو بتاعتنا. الصينيه اللي هي المستطيله اللي بيبقوا 3 صواني كده فوق بعض، انا عايزه الصينيه اللي هي الوسط منهم. هنبتدي هنا نجيب طبق غويط ونحط فيه كوبايه كده من اللبن، وفي نفس الكوبايه اللي انا عايرت فيها اللبن دي هحط فيها كوبايه من الميه. اهم حاجه اللبن والميه يكونوا دافيين معاكي. حطي بقى عليهم معلقتين كبار كده من السكر، او لو عايزه تزودي كمان معلقه مفيش مشكله، يبقوا 3 معالق من السكر. وهبتدي احط كمان نص معلقه من الملح. هبتدي بقى احط الخميره بتاعتي. انا معايا هنا كان في الكيس بتاعي كان فيه بس معلقه كده حطيتها، وهبتدي ان انا اجيب كيس تاني واحط معلقه كمان، يبقى المقدار كله بتاع الخميره معلقتين كبار هرميين كده من الخميره الفوريه. تمام كده. هنبتدي بقى نقلب كويس جدا بالمضرب بتاعنا كده لغايه اما حبيبات الخميره دي، اهم حاجه ان هي تدوب معاكي في قلب اللبن كده والميه، علشان تعمل التفاعل بتاعها على طول ما تغيبش معاكي. بس كده، مجرد ان هي الحبيبات دي اختفت ودابت كده في قلب اللبن والميه، خلاص على كده. هبتدي بقى ان انا اجيب هنا 2 عدد بيض. لو عندك البيض كبير يبقى هتحطي بيضة بس، انا عشان هنا عندي البيض صغير فحطيت 2. لو عندك بقى البيض كبير حطي بيضة كبيرة وخلاص على كده. هبتدي برضو ان انا ادوبهم في قلب المكونات بتاعتنا كده كويس لغاية البيضة ما تختفي خالص بقى مع المكونات بتاعتنا كده. بس كده هبتدي بقى ان انا احط الدقيق بتاعي. واهم حاجة كده وانت بتحطي دقيق لازم تنخليه او تنخليه من قبل ما تحطيه يعني. بحط هنا 4 كوبايات من الدقيق. الدقيق هنا بتاعي متعدد الاستخدامات، او اي نوع بقى عندك متوفر عندك حطيه. هنبتدي بقى ان انا انخل هنا 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا كمان كوباية 5، بس هفضل ان انا اسيبها كده للاخر، لو احتجتها انزلها حبة بحبة، لو ما احتجتهاش خلاص كده يبقى هما ال4 كوبايات من الدقيق. هبتدي ان انا اعجن بقى كويس جدا لغايه العجينه ما تلم معاكي، تبقى عجينه كده طريه، مش برضو مش لابسه معاكي ولا هي بتلزق في ايدي. بصوا كده، انا جبت الكوبايه ال5 اللي فاضله معايا اهي، وهنا دي الكوبايه المعياريه برضو بتعادل الكوبايه اللي انا كنت بعاير فيها في الاول السوائل، 250 جرام. تمام كده. هبتدي بقى ان انا احط كده الكوبايه دي شويه بشويه لغايه العجينه ما تلم معايا وهنا انا حطيت الكوبايه كلها على فكره ولمت معايا العجينه. بعد كده حطيت هنا معلقه كبيره من الزبده، والزبدة هنا اختياري، لو حابة تبدليها بالزيت مفيش اي مشكلة، ممكن تحطي ربع كوباية من الزيت. لو عايزة تحطي الزبدة يبقى هتحطي معلقة كبيرة كده من الزبدة، تكون طرية، ما تكونش طالعة من التلاجة عشان ما تكونش متجمدة معاكي، تكون طرية كده. وهتبتدي ان انت تعجني كويس قوي العجين بتاعك لغاية اما يلم معاكي العجينة بتاعتك تكون طرية بالشكل ده. عجيني بقى كويس كده الزبدة في قلب العجينة بتاعتك لغاية ما تختفي وتكون معاكي عجينة طرية كده، مش بتلزق في ايدك ولا هي بتكون لابسة معاكي. بس كده بتبتدي بقى ان انت تغطيها بكيس بلاستيك كده علشان الوش بتاعها ما ينشفش، وغطيها كده وسيبيها تخمر مجرد هنا ربع ساعة، مش هتغيب معاكي عشان الجو حر. بعد ما خمرت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنبتدي بقى ان احنا ننزلها كده ونشوف هنعمل فيها ايه. هننزلها كده على الرخامة او على المفرش بتاعنا، وهنبتدي بس ان احنا ايه، نفضي منها الخمر كده ونقسمها على نصين. هنقسمها على نصين او كورتين كده بيكونوا الحجم بتاعهم متساوي قد بعض. هنبتدي ان احنا نكورهم كده من الاول، ولو حسيتي كده ان في كورة اكبر من التانية حاولي كده ان انتي تخليهم مقاس واحد. خلاص كده ابتديت بقى ان انا اكورهم بالشكل ده، وهجيب بقى اول واحدة عملتها على طول هشتغل فيهم اهو.
هبتدي بقى ان انا اجيب النشابه بتاعتي وافردها كده، مش محتاجه ان انا احط دقيقه ولا حاجه. افرديها كده وان شاء الله تتفرد معاكي، مش هتلزق خالص. لو حسيت ان هي بتلزق معاكي على الحاجه اللي انت بتفردي عليها، حطي بس رشه بسيطه كده من الدقيق. هتبتدي ان انت تفرديها على شكل مستطيل كده، وهنبتدي بقى ان احنا نلفها رول زي ما هوريكم دلوقتي. بس اهم حاجه ان انت تفرديها كده، لا سمك رفيع قوي ولا سمك تخين قوي. بصوا هنبتدي بقى نجيب اول طرف ونلفها على بعضها كده ومن الجوانب واحنا بنلف، وتلفيها بالطريقه دي. وانت بتلفي كده حاولي ان انت تشدي. بصوا انا بلف وبضغط بالشكل ده، لازم تضغطي كويس جدا وتلزقيها في قلب بعضها كده عشان ما يبقاش فيها فراغات من جواها بالطريقه دي، وتلفيها رول بالشكل ده. هتجيبي بقى الصينيه اللي احنا عملناها في الاول وتمسحيها مسحه بسيطه كده من الزيت علشان العجين بتاعنا ميلزقش معانا بعد التسويه. بس كده. وهتجيبيها وتحطيها كده بالطول مش بالعرض اهو. هنعمله بقى اللي هي النص اللي احنا سيبناه، النص التاني من العجين، وهنفرده بنفس الفردة اللي فردناها في الاول. وهنبتدي ان احنا بصوا نلفها كده. بصوا وانا بلفها بضغط ازاي اهو، وبضغط كده من الجوانب واجيبها على بعضها. اظن الفيديو موضح بعضه كده، وعشان برضو الشرح يكون واضح بالنسبه لكم. وهتبتدي في اخر الطرف كده وتقفليه بايدك وتلزقيه في بعضه كده، وتبتدي ان انت تسويها كده وتلفيها على المفرش بتاعك كده عشان تبقى متساويه وشكلها كده ايه متناسق معاكي. وهتبتدي تحطيها في الصينيه في الحته التانية، يعني في النص التاني. بقى لازمة الكرتونة اللي احنا عملناها ايه بقى؟ هنبتدي ان احنا نحطها في النص كده. بصوا هتحطيها في النص كده وتجيبي العجين بتاعك عليها كده بحيث ان هو يسندها، وهي برضو تكون ايه عامل يعني زي عازل بينهم هما الاتنين. بصي انا عايزاكي تعمليها بالطريقه دي، وتجيبي الرولين بتوع العجين تجيبوهم على الكرتونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان هي يثبتها. العجين بتاعك هو اللي مثبت هنا الكرتونه بتاعتنا. وهنسيبها بقى لما تخمر معانا وهوريكم شكلها بعد ما خمرت. بصوا اهم حاجه تغطيها كده وتسيبيها لما تخمر خالص. بصوا بعد ما تضاعف حجمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتكوني بقى مسخنه الفرن بتاعك على اعلى درجه، وتبتدي ان انت تحطيهم في الرف الوسطاني. انا ما شغلتش عليهم الشوايه خالص، هما ادوا اللون الحلو بتاعهم من تحت ومن فوق لوحدهم كده. وسبتهم نص ساعه، هياخدوا معاكي نص ساعه ويطلعوا بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينه ده. احلى توست بقى. لا هتعوزي بقى ان انت تحطيه في قالب، ولا تحتاري بقى ان انت ما عندكيش قالب عشان تعملي فيه التوست بتاعك. لا الفكره دي هتكون حلوه قوي، وبجد هيطلع احلى مليون مره من يكون عاملاه اصلا في قالب او تشتريه من بره. هوريكم بقى شكله من جوه وقد ايه ان هو بصوا بجد تحفه. بصوا انا بحاول ان انا اسلكه بالراحه كده واطلع الكرتونه اللي احنا عملناها تطلع نضيفه ما فيهاش اي حاجه. بصوا هو خد اللون الحلو ده من فوق ومن تحت لوحده كده، مش شغلتلوش الشوايه. وبعد كده طلعته، وبعد كده غطيته بفوطه عشان يطلع معايا طري ويفضل معايا طري لاخر وقت. وسبته هنا لما بهدى خالص، وبعد كده ابتدينا ان انا اصوره معاكم واوريه لكم بقى عشان نقطعه سوا. بصوا الشكل بتاعه، بصوا قد ايه ان هو طري وتحفه. شايفين الحلاوه يا بنات؟ اهم حاجه كده بعد ما يطلع معاكي من الفرن غطيه علشان يبقى طري معاكي كده. واهم حاجه برضو ان انتي تسيبيه لما يبرد معاكي خالص عشان تعرفي تقطعيه ما يفرفتش معاكي كتير. هنبتدي بقى ان احنا نقطعه كده بحاجه تكون ايه مشرشره كده، سكينه مشرشره عشان يتقطع معاكي سهل. هو اصلا طري ما شاء الله، مش هياخد معاكي ثواني وهتكوني مقطعاه كل الكميه بتاعتك. بصوا الجمال بقى، بصوا الحلاوه ما شاء الله قد ايه ان هو هش وطري وتحفه، والمسام بتاعته ما فيهاش ولا غلطه. شايفين ما شاء الله؟ شايفين التوست بتاعنا عامل ازاي؟ اللي هتقولي بقى ما عنديش قالب توست عشان اعمل ولا الكلام ده كله، عملتلك الفكره البسيطه دي جربيها علشان بجد هتعجبك قوي. احنا عملنا مع بعض اشكال كتير من التوست في حاجات مختلفه. شوفيها على القناه ان شاء الله، هسيبها لك في صندوق الوصف. عملناه قبل كده في صفيحة السمنة وعجبتكم اوي الطريقة، وعملناه برضو في صينية وعجبتكم برضو الطريقة قوي. جربوه بقى بالطريقة دي في الصينية زي ما عملتها لكم كده، وان شاء الله تطلع معاكي النتيجة ولا اروع من كده. بصوا الجمال بتاعه. انا قطعت كده اول واحد معانا، نقطع بقى التاني كده ونشوف. بصوا اصلا اول واحد مطلع كمية منه قد ايه.
النتيجة بتاعته ما فيهاش ولا غلطة. بصوا الجمال بتاعه ده بقى تاني رغيف معانا. بصوا ما شاء الله، بصوا الطراوة والحلاوة قد ايه ان هو طري وهش وسفنجي كده في نفسه، كأنك بتاكلي كيكة مش توست. بصوا الكمية قد ايه ما شاء الله، مطلع كمية ما شاء الله عليه، كمية كتير بجد. يعني من 5 كوبايات دقيق بس طلعنا كل الكمية دي من التوست. بصوا بقى لو هتشتري الكمية دي كلها هتبقى بكام من بره. بصوا قد ايه ان هو طري وسفنجي كده، وعامل كده شبه الكيكة يعني الكيكة الهشة الاسفنجية. بصوا عامل ازاي من قلبه، القلب بتاعه كده فاتح وما شاء الله عليه. بجد كل اللي هيجربوا منك كده وكل اللي هيدوقوا منك بجد هيسألك على الطريقة بتاعته. رأيكم في الجمال ده؟ استنى بقى رأيكم في الكومنتات علشان كده اشوف الفيديو بتاعنا عمل معاكم ايه وعجبكم ولا لا، وانا واثقه ان هو هيعجبكم وهتقوموا تنفذوه، وهتبقى الوصفه دي معتمده بالنسبه لكم. مش هتبطلي بقى تعمليه في البيت وهتبطلي تشتريه خالص من بره، علشان بجد اسعاره غاليه، وهتبتدي ان انت تعملي كل حاجه عندك في البيت. شوفوا بقى انا هنا بفرزه واحطه كده، يعني فرزيه بقى عندك في الفريزر وطلعي كده على قد الاستخدام بتاعك، هيبقى صابح معاكي وكأنك لسه خبزاه. بصوا الجمال والحلاوة، مطلع معايا ما شاء الله 5 كوبايات، مطلعين كمية قد ايه. يا رب يكون عجبكم الفيديو بنات. عايزاكم كده تعملوا منشن مع اصحابكم وتودوه كده لكل حبايبكم، عشان بجد هيدعوا لكم دعوة حلوة قوي عليه، علشان شيرتوه مع اصحابكم. واشتركوا في القناة يا بنات لو انتوا لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل وصفة يوصل لكم اشعار بيها. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.